بيورن بورج أسطورة التنس السويدي، واحد من أعظم لاعبي التنس المحترفين في التاريخ، والملقب برجل الجليد. فاز ب 11 بطولة جراند سلام، منها 5 مرات ويمبلدون وست مرات رولان جاروس. يعني جاب من بعد الآخر بشوية. بورج حقق إنجازات كبيرة جدا، شهرة عالمية، معجبين، بطولات، وتوقعات الكل ليه كانت في السماء. وفجأة وهو لسه عنده 25 سنة بس قرر يعتزل. النهارده هنحاول نجاوب على سؤال مهم، وهو: لو انا معايا فلوس كتير كتير قوي، يعني ليه لازم افضل شغال؟ بس مش هينفع نجاوب على السؤال ده غير لما نجاوب على سؤال تاني اهم، وهو ايه الشغل؟ واحنا ليه بنشتغل اصلا؟ هاشتاج تعريف البديهيات. انا عمرو، وهنا بشارك معاك مفاهيم وادوات علميه علشان نفكر ونفهم ونوصل لكل اللي احنا عايزينه بافضل طريقه ممكنه. اسند ظهرك واديني انتباهك 5. كل بني آدم عنده احتياجات أساسية مجبول على إنه يلبيها: أكل، شرب، سكن، شعور بالأمان. بس كتير من الاحتياجات دي ما بيقدرش يلبيها ذاتيا، لازم ياخدها من البيئة ومن الناس اللي حواليه. فكر في حاجة بسيطة زي الأكل. أنت صحيت النهاردة عايز تاكل على الغدا فراخ وفاصوليا ورز. صعب جدا، يمكن شبه مستحيل، إنك تجيب كل مكونات الوجبة البسيطة دي من غير مساعدة ناس تانيين، لأن ساعتها هتكون محتاج تزرع وتربي وتصنع كل حاجة بنفسك. وطبعا علشان الناس يدوك اللي انت محتاجه هيطلبوا منك اللي هم محتاجينه. والاحتياج المتبادل ده هو اللي خلى الإنسان يطور أنظمة التبادل المختلفة علشان يعرف يعيش بشكل طبيعي. وده كان الحال لحد ما اخترعنا الفلوس. اختراع الفلوس عمل ثورة في عملية التبادل. بدل ما تبدل الفراخ اللي انت مربيها مع واحد بيزرع رز، واللي هو كمان محتاج يلاقي واحد تاني عنده فاصوليا، الفلوس سهلت كل ده. بقت بتخليك تبدل قيمة ما عندك بوسيط عالمي كل الناس بتقبل التعامل بيه. خلت كل شخص يقدر يتخصص في مهارة واحدة بس ويتقنها، وفي نفس الوقت يلبي كل احتياجاته المختلفة. واللي احنا بنعمله كل يوم واللي بنسميه شغل هو في الحقيقة عملية تبادل. احنا بنبادل خبراتنا ومجهودنا مع جهات مختلفة علشان نلبي احتياجاتهم للأيدي العاملة، وفي المقابل بناخد فلوس نحقق بيها احتياجاتنا. الشغل بقى هو مشاركتك في شبكة واسعة من المنفعة المتبادلة. كل واحد بيساهم بمهاراته المتخصصة، والكل بيحقق احتياجاته من خلال النظام الاعتمادي ده. طيب وإيه اللي يضمن النظام ده يفضل مستمر؟ المحرك الأساسي ورا استمرار النظام ده هي احتياجاتنا نفسها. لأنك لو ما حققتش واحد من احتياجاتك هتفضل قلقان ومتوتر ومش على بعضك، والانزعاج ده هو اللي بيحفزك وبيحفز النشاط الاقتصادي العالمي كله. طيب يحصل إيه لو عندك فلوس كتير وتقدر تحقق كل احتياجاتك بسهولة؟ منطقي كده إنك مش محتاج تشتغل تاني، صح؟ بصراحة كده لو ده وضعك احنا محتاجين نتعرف ونبقى أصحاب، عشان لما نبقى أصحاب هقولك على حاجة مهمة جدا، وهي: حتى لو انت مش محتاج تشتغل فانت لسه محتاج تنشغل. انت مش هتكون محتاج تشتغل علشان تعيش، لكن هتكون محتاج تشتغل علشان تحس انك عايش. بمعنى ابسط، لما مقومات الحياة الأساسية بيتم تلبيتها، الشغل بيتحول من ضرورة لتوفير حياة كريمة لمصدر للمعنى والقيمة. الشغل بيخدم أهداف أكبر بكتير من مجرد تلبية الاحتياجات الجسدية. بيلبي احتياجات نفسية الفلوس لوحدها ما تقدرش تلبيها. ركز معايا في دي: شغلك هو ما يشغلك، ومش بالضرورة يكون وظيفة بمرتب. ممكن يكون أي نشاط منتظم بيخلق معنى وبيضيف قيمة. خلينا نتكلم عن المكون الأول: المعنى. المعنى هو إحساسك إن اللي أنت بتعمله بينعكس على حاجة أكبر منك. مثلا مدرس بيشرح مادته بضمير، مش مجرد أكل عيش، وبيشوف نفسه بيبني عقول جيل جديد هيساهم في خلق واقع أفضل. مثال تاني: عامل نظافة بيشتغل في مستشفى، لكن بيشوف نفسه بيساعد في شفاء المرضى عن طريق حمايتهم من انتقال العدوى. مثال تالت: صانع محتوى على منصة يوتيوب، بيشوف نوع محتواه ممكن يساعد حد إنه يتجنب معاناة غير ضرورية ويخلي حياته أفضل بشكل ما. المعنى بيجاوب على سؤال: ليه اللي أنا بعمله ده مهم؟ نروح بقى للمكون التاني: القيمة. القيمة بتجاوب على سؤال: إيه اللي وجودك بيضيفه للناس اللي حواليك؟ مثلا محاسب فاهم شغله كويس فبيوفر وقت ومجهود وفلوس لأصحاب البيزنس. أم بتساعد أولادها في الواجبات المدرسية، ده بيضيف استقرار وثبات لأسرتها. حتى لو بتعمل كونتنت على السوشيال، فأنت بتضيف قيمة لو محتواك بيوضح للناس حاجة مفيدة. القيمة هي الأثر اللي بيتحس في دايرة وجودك، هي اللي بتخلق شبكة من الثقة والشعور بالرضا المتبادل بينك وبين مجتمعك. أحبيب مجتمع.
طب إيه اللي هيحصل لو فقدنا المكونين دول؟ صديقنا بورج بعد اعتزاله المفاجئ عاش كابوس حقيقي. المشكلة الأولى فقدان الهوية. كان بيورن بورج بطل التنس. طيب هو مين دلوقتي؟ مش عارف يجاوب. المشكلة التانية فقدان الروتين. كان عنده جدول مليان تدريبات ومباريات وسفر، بقى عنده وقت فراغ ملوش حدود ومش عارف يعمل فيه ايه، ومعاه فلوس كتير. المشكلة التالتة فقدان الهدف. كان هدفه دايما هكسب البطولة الجاية دي ازاي. دلوقتي ملوش هدف واضح يصحى علشانه من النوم. والنتيجة كانت ايه؟ انغمس في تعاطي المواد المخدرة، عانى من الاكتئاب ونوبات الهلع، كان على حافة الموت أكتر من مرة بسبب الأوفر دوز. تخيل اللي كان بيلعب قدام آلاف المشجعين بثبات رجل الجليد بقى بيصارع بس علشان يعيش. الشهرة والفلوس لوحدهم ما كانوش كفاية، ما سدوش فراغ الإنجاز والإحساس بالرضا. فكر في واحد زي بيل جيتس أو إيلون ماسك أو جيف بيزوس، واللي لسه بيشتغلوا لحد النهاردة، ومظنش يعني إن عندهم مشكلة في مصاريف المدارس أو اشتراك النادي، لأن ببساطة الفلوس مش هي اللي بتحركهم. اللي بيحركهم هو احتياجهم إنهم يفضلوا مهمين ويفضلوا بيساهموا، أو هكذا أظن. بعد فترة من المعاناة امتدت لأكتر من 10 سنين، بيورن بورج قرر يواجه نفسه ويبدأ من جديد. كتب مذكراته هارت بيتس، حكى فيها بصراحة عن كل اللي مر بيه، اعترف بالمشاكل اللي واجهها وقبل مساعدة اللي حواليه ليه. رجع للتنس تاني، بس مش كلاعب بيدور على ألقاب، بقى مدرب ومرشد لجيل جديد من اللاعبين. لقى معنى في نقل خبرته للغير، ومش بس بيعلمهم التنس، لكن بيشارك تجربته علشان يساعد اللاعبين الجداد يتجنبوا اللي هو نفسه وقع فيه، وبقى مثال حي للتعافي والعودة بشكل أقوى. والنتيجة إنه رجع لحياة صحية ومستقرة، لأنه لقى حاجة تشغله، حاجة ليها معنى وبتضيف قيمة. ناس كتير حوالينا وأنا كنت واحد منهم مقتنعين إن الهدف النهائي للشغل هو إننا نكسب فلوس كفاية علشان ما نحتاجش نشتغل تاني، شايفين إن الشغل شر لابد منه، لازم نستحمله لحد ما نوصل للحرية المالية. وأنا بصراحة متفق جزئيا مع النقطة دي. إحنا لازم نشتغل حتى لو مش حابين اللي بنعمله، علشان عندنا مسؤوليات شخصية وعائلية ومجتمعية. بس الفكرة الأهم، إحنا لازم نشتغل بكامل طاقتنا لحد ما نوصل للحرية اللي تسمح لنا نختار الشغل اللي فعلا يستاهل نكمل فيه باقي وقتنا، الشغل اللي يكون ليه معنى ويضيف قيمة حقيقية. فصلوا على النبي كده عليه الصلاة وأفضل السلام، واحمدوا ربنا على نعمة الشغل. واستنوا الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن إزاي نتعامل مع فقدان الدافع، وإزاي نشتغل من غير ما نحتاج تحفيز خارجي بشكل مستمر. ولو حاسس إن شغلك اللي أنت فيه دلوقتي ما بيحققش معنى وما بيضيفش قيمة، فما تقلقش، إحنا كمان هنتكلم عن إزاي نغير ده ونلاقي معنى حتى في أبسط الأعمال. تحياتي لكل اللي تحدوا الأمر الواقع وصنعوا واقعهم الخاص. سلامات.